سبب نزول حضرتك؟ سبب نزول حضرتي عشان اقول للدستور لا. ليه؟ الدستور مجحف جدا جدا جدا. مين؟ لينا، للشعب المصري. وبعدين ما فيش مسلم بيقتل مسلم، المسلم اخو المسلم كالبنيان المرصوص. اللي احنا بنشوفه ده بهدله وقله ادب بصراحه. من مين؟ من مين؟ من اللي بيقتلوا المسلمين، اللي هم بيقولوا مسلمين واحنا كفره. احنا موحدين بالله، لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني لكن الاحداث بعيدا عن الدستور، يعني الدستور لا، ما هي ايه سبب الاحداث دي؟ الدستور. فارضين علينا الدستور عشان نقول ايوه. وبعدين اللي يقول لا يبقى كافر. واللي قال ايوه. مين قال انه من قال لا سمعناها في التلفزيونات كذا مره، حرام. ايوه اللي يقول لا يبقى ازاي؟ قال لك اللي يقول لا بيعمل حاجه غلط فبالتالي بيخش النار، لكن اللي بيقول بيعمل حاجه صح بيتحاسب عليها فبيخش الجنه. يعني فسرها امبارح الشيخ في التلفزيون. وبعدين برضو موضوع التأمين الصحي ده، ازاي ان اللي قادر الغير قادر؟ مين اللي غير قادر؟ مين اللي هيثبت كده؟ انا عشان امشي في اي مكان معايا بطاقه بتثبت ان انا فلانه الفلانيه، صح ولا لا؟ لما اروح اي مستشفى عندي اي ظرف ليا او لاولادي او لاي حاجه، هثبت منين ان انا قادره او مش قادره؟ مين اللي هيثبت ديت؟ وبعدين لما بيجي حد عشان حتى يتعالج على نفقه الدواء، يعني هل اعتراضك الكامل على الدستور في ماده واحده؟ لا. وفي تاني برضو موضوع ان من اي حد من الاجانب ممكن يجي البلد وممنوع ان انت حتى تسلمي. فرضنا ان عامل اي جريمه، مش فاكره رقمها بالظبط بس انا فاكره ان انا قريت. يعني هذا يعني ان الكلام ده قراءه الدستور؟ ايوه طبعا قريته، موزعينه علينا في الجامعه، موزعينه علينا كل واحد واخد نسخه. وانا ما كنتش عارفه بصراحه، وكنت بقول انا محتاره، اسمع القنوات امشي ورا ده، اسمع القناه الثانيه اقول لا ده صح. فلما قريته كذا مره وبعدين مين اقنعك باختيارك؟ امبارح مش مين اللي اقنعني، وانا كذا مره بصراحه، بس امبارح كان في الاستاذ حمزه اللي هو اللي كان بيتكلم في التلفزيون امبارح على CBC، وكان معاه واحد من اللجنه التاسيسيه، وفعلا قال ان في بتاع 14 او 15 ماده احنا لينا تحفظات عليهم. طب ماشي، انت ليك تحفظات عليهم، طب ليه ما قلتش عليهم لا؟ مش هم خدوا برضو رايهم بالاغلبيه؟ يعني هل 14 ماده او بعض المواد تكفي لالغاء الدستور؟ ما تكفيش، بس ممكن هم دول اللي يضروني فيهم، مثلا بتاع التامين الصحي هيضرني وهيضر اولادي، صح ولا لا؟ في موضوع الاجور، مثلا احنا قلنا حد ادنى وحد اقصى، والناس ماتت عشان يدوروا على حق الشعب. يعني الدكتور محمد محسوب قال انه بعد اقرار الدستور فورا سيظهر من تاني يوم هيعمل بيه. طب دلوقتي حد ادنى وحد ما اعرفش، بقول لك للقانون انت بقى الله اعلم ما تحددتش. وبعد كده بقول لك الانتاج، فرضنا ان انا شغاله وما عنديش انتاج، هجيب منين؟